بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. أهلا بكم يا أحلى أخوات وأحلى متابعين. في الفيديو ده إن شاء الله هعمل طاجن اللحمة بالفريك. يلا بينا أقول لكم على المقادير وتشوفوا الطريقة معايا أنا كيلو من اللحمة، قطعتها شرايح بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين اهي. قطعة اللحمة ديت بتاعة الموزة ولحمة صغيرة. معايا هنا كوبايتين من الفريك، انا هغسله بس مش هنقعه، هغسله بس. معايا هنا ثمرتين من البصل قطعتهم صغير بالشكل ده كده. معايا ثمرة من الطماطم كبيرة عملتها بالمبشرة بالشكل ده كده. ومعايا هنا التوابل عبارة عن معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل اسمر، معلقة صغيرة من السبع بهارات، ورشة من جوز الطيب. وطبعا المادة الدهنية هتبقى سمن. يلا بينا نبدأ على بركة الله ونعمل طاجن اللحمة بالفريك سوا مع بعض. أول حاجة هعملها أشوح اللحمة. حطيت معلقة كبيرة من السمنة وحبة قليلين كده من الزيت وسبتهم لما سخنوا جامد. وهنزل بقى باللحمة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتوا شايفين سبت السمنة والزيت لما سخنوا جامد قوي علشان اللحمة تاخد صدمة وما تطلعش ميتها، لان انا عايزه اشوحها على الناحيتين كده يبقى شكلها حلو، والتشويحه بتدي طعم حلو قوي للحمه. يلا بينا احكي لكم بقى عن اصل الاكله طاجن الفريك باللحمه. الفريك من اقدم الحبوب اللي عرفها الانسان من آلاف السنين في منطقه الشرق الاوسط وبلاد الشام ومصر القديمه، وهي في الأساس قمح أخضر بيتحصد قبل ما ينضج. وفي المطبخ المصري طاجن الفريك باللحمة من الأكلات التقليدية، مرتبط بالبيوت الريفية والعزائم والمناسبات الكبيرة، وكان دايما بيتعمل في الفرن البلدي. الأكلة موجودة في مصر بشكل أساسي، ولها نسخة قريبة منها في بلاد الشام وفي شمال أفريقيا، لكن الطاجن المصري بيتميز باستخدام الطماطم والبصل والتوابل المصرية، وهو مفيد جدا، أكلة مفيدة للكبار وللصغار. ومعروف من زمان، من آلاف السنين، من أيام الفراعنة. كده خلاص اللحمة بدأت تاخد لون اهي زي ما انتوا شايفين. عايزة اقول لكم اللون ده بيخلي طعم اللحمة حلو قوي. شايفين عاملة ازاي؟ هبدأ بقى ازودها بمية سخنة بتغلي، علشان اول ما اضيف المية المرقة تغلي على طول واللحمة تستوي بسرعة. قطعة اللحمة اللي تجيبيها بتاعة الموزة ديت ويكون لحمة صغيرة ما تاخدش وقت في السوى. بضيف بصلة وورقتين من اللورة وحبة من الفلفل الأسمر، وهسيبها بقى تاخد وقتها وتستوي براحتها كده عقبال ما اجهز الفريك. طبعا زي ما قلت لكم الفريك انا هغسله بس مش هنقعه، لان هو هيستوي في الفرن. يلا بينا نعمل الفريك سوا مع بعض. انا هنا جهزت الطاسة اللي هعمل فيها الفريك. حطيت معلقة كبيرة من السمنة وهنزل بالبصل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سبتها لما سخنت كويس قوي وبعدين بضيف البصل. هبدأ بقى اقلبهم كده شوية، طبعا مع التقليب المستمر عشان البصل ياخد لون كل واحد. هسيبه لما ياخد لون ذهبي كده حلو وتشوفوا معايا. وده البصل اهو بعد ما اخد لون ذهبي بالشكل ده كده. طبعا اللون ده بيدي طعم حلو قوي للبصل. بضيف القوطة دي ثمرة طماطم كبيرة انا بشرتها بالمبشرة، وهقلبها مع البصل
واسيبها تغلي غلوتين كده، وبعدين هضيف الصلصة. هضيف معلقة كبيرة من الصلصة. بعد ما غليت شوية بالشكل ده كده حوالي دقيقتين، هضيف معلقة كبيرة من الصلصة واقلبهم بقى كده تقليبة حلوة. وبعدين هضيف التوابل. زي ما شفتوا كده التوابل عبارة عن معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل اسمر، معلقة صغيرة 7 بهارات، ورشة صغيرة كده من جوز الطيب. حابة تضيفي اي توابل تانية مفيش مشكلة زي الفل. هضيف بقى الفريك واقلبه كده تقليبة حلوة معاهم. طبعا انا غسلته بس ما نقعتوش، لان هو كده كده هيستوي في الفرن. هقلبه بقى كده مع الخلطة ديت تقليبة حلوة كده لحد ما ينشف كده كأنك بتقلبي رز، وبعدين نكمل سوا مع. وده الفريك اهو بعد ما قلبته حبة حلوين كده حوالي دقيقتين زي ما انتوا شايفين اهو، بيبقى مفلفل بالشكل ده كده كأنك بتقلبي رز بالظبط. هضيف بقى الفريك في الطاجن، ممكن تعمليه في صينية برضو مفيش مشكلة. ببدأ ازوده بقى بالمرقة. طبعا الزوادة بتاعته انتوا بتحطوا له المرقة يعني اللي تغطيه. انا حسيت ان دول قليلين شوية فهزوده كمان شوية. كمان شوية من المرقة، يعني المرقة بتغطيه كأنك مزودة رز بالظبط زي ما انت شايفة كده. كده تمام. هبدأ بقى ارص اللحمة على وش الطاجن. طبعا اللحمة استوت، برصها بقى في الطاجن بالشكل ده كده. هكملهم كلهم كده بنفس الطريقة وارجع لكم تاني. بعد ما رصيت اللحمة كلها بالشكل ده كده هبدأ بقى اغطيه بفويل. لو انت عندك غطا للطاجن يبقى زي الفل، ما عندكيش غطيه بورق فويل علشان يحميه من البخار، يفضل محتفظ بالبخار والفريك يستوي حلو. بغطيه بورق الفويل كده بالشكل ده. وطبعا انا ولعت الفرن وسبته يسخن كويس، لازم يبقى درجة حرارة عالية، وادخله الفرن يستوي. وبعد ما يستوي هنشوفه سوا مع. وده طاجن الفريك بعد ما استوى اهو زي ما انتوا شايفين، شكله حلو وريحته حلوة وطعمه احلى. انا غطيته بالفويل، وبعد ما عرفت انه استوى رحت شايله الفويل وشغلته تحت عليه الشوايه. اخد لون بالشكل ده كده. هنشوفه سوا كده مع بعض. اعملي طاجن الفريك بالطريقه دي هيعجبك قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين عامل ازاي؟ ما شاء الله مفلفل زي الرز اهو. واللحمه استوت ما شاء الله وشكلها حلو وريحتها حلوه قوي. حاجه كده فاخر من الاخر. انا عايزه بس اوريكم اللحمه مستويه ازاي. طبعا اللحمه كل ما تستوي حلو كل ما يكون طعمها احلى. شايفين عامله ازاي؟ ما شاء الله مستويه على الاخر اهي. بألف هنا وشفا لكل اللي هياكل. بتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه.